بتشتري تونة وبتحب التونة، عايز اقول لك ان انت لازم تركزي جدا في كام نقطة مهمين هكلمك فيهم. اولا لون اللحم، اختاري اللحم اللي يكون فاتح. اللحم الفاتح هيبقى اقل معاكي في الزفارة، وكمان يكون نظيف ريحته كويسة، وهتبقي مبسوطة جدا جدا وانت بتاكلي. لحم زي السكيب جاك، هتلاقي السكيب جاك هو سمكة اقل شوية في الزئبق، ولكن ده على حساب الزفارة، على حساب ريحة اللحم الغامق اللي بتبقى مش كويسة. ولكن لو انت نقلتي ان انت اشتريتي لحمه فاتح زي سمكه زي التنجول، فالسمكه دي هتقدم لك تجربه مميزه ومختلفه، ولكن بنسب اعلى بسيطه جدا من السكيب جاك في الزئبق. النسب دي في الحدود المسموح بيه. معايير لازم ان انت تركزي فيها في النوعين، كل نوع ليه عدد مسموح من العلب في الاسبوع. السكيب جاك وليكن مثلا من علبه لثلاث علب اقصاها في الاسبوع، والتنجول من علبه لثلاث علب اقصاها في الاسبوع. ولكن احنا لازم ان احنا ننزل بالحد ان هي علبه علبتين في الاسبوع من اي نوع من الاثنين. قول لنا بقى، انت بتحبي سمكه زي السكيب جاك، ولا بتدوري على سمكه لحم فاتح وزفاره اقل زي سمكه التنجول؟ ولو عايزه تعرفي اكتر عن المنتجات الغذائيه ما تنسيش تعملي لنا متابعه. انا احمد شاكر من نوفيتريد، بقدم لك محتوى عن التوابل والمواد الغذائيه.